فيلمنا بيبدأ مع كاترين وحبيبها كيفن وهم راجعين من سهرة وبيكونوا سكرانين ومش مركزين في طريقهم، وبتكون كاترين هي اللي سايقة العربية بسرعة كبيرة جدا، وبتطلب من كيفن ان هو يعمل معاها علاقة اثناء سواقتها كنوع من المخاطرة، وبسبب قلة تركيزهم بتعمل حادثة وبتقع العربية في المية وبتنقذ كاترين نفسها وبيموت كيفن غرقان. ولان كيفن كان لاعب كرة مشهور جدا بيشغل خبر وفاته الرأي العام كله، وبيتم التحقيق مع كاترين في قضية وفاته، وبيجي المحامي روي علشان يحقق معاها وبيقول لها ان التحاليل بان فيها ان هم كانوا بيشربوا مخدرات، وان المخدرات اللي كانت في دم كيفن كانت هي اللي شاريها من صاحبها ديكي، وبيأكد عليها ان هو يحبسها بسبب تهورها واهمالها والمخاطره بحياه الغير، وبيطلب عرضها على دكتور نفسي لتقييم حالتها العقليه. وبتقابل الدكتور مايكل المسؤول عن قضيتها وبيسألها لو كان ممكن الجلسه ما بينهم تكون من غير المحامي بتاعها، فبتوافق كاترين، فبيسألها عن وظيفتها وبتقول له ان هي شغاله مؤلفه وبتحب تكتب عن الجرائم والقتل والجنس والعنف، وان هي لازم يتعمل لها تقييم نفسي علشان عاوزه تخرج بكفاله لان القاضي عاوز يطمن ان هي مش خطر على اللي حواليها. فبيسألها الدكتور عن اكتر حاجه هي بتكرهها، فبتقول له ان هي بتكره الاوامر، فبيستنتج مايكل من كلامها ان هي ما بتحبش حد يسيطر عليها وان هي دايما بتحب المخاطره، فبيقول لها ان هي خاطرت بحياه حبيبها وده علشان تثبت لنفسها ان هي حره وان هي كمان تقدر تعمل اللي هي عاوزاه. فبيقول لها ان ممنوع التدخين لكنها بتولع سيجارتها رغم رفضه، فبتقول له ان هو كمان شبهها وانه بيحب السيطره على اللي قدامه ويتحكم فيه. بعدها بيجي ميعاد المحاكمه، وقتها بيقول مايكل قراره ان على الرغم ان المتهمه مدمنه على المخاطر والافعال المتهوره لان هي مش بتشكل خطر على المجتمع انما بتشكل خطر على نفسها هي وبس. وبتخلص الجلسه وبيطلع منها وبيقابل الصحفي ادم واللي بيكون مهتم بقضيه كاترين، وبيرفض مايكل ان هو يتكلم معاه عن القضيه، فبيبدا ادم يستفزه وبيكلمه عن قضيه جورج وان ده المريض اللي هو كان بيعالجه وضرب حبيبته الحامل لحد ما قتلها من 7 سنين. وبيبان ان مايكل لسه متاثر باللي حصل بسبب فشله لان هو ما قدرش يعالجه وينقذ حياه واحده من الموت. وقتها بيتعصب على ادم وبيساله هو عارف جورج منين، فبيجاوبه ادم ان هو عارف من مراته القديمه دينيس وان هي حكت له على كل حاجه. وبيطلع مايكل على دينيس بيبدا يعاتبها ان هي حكت لادم عن قضيه جورج وان هو ما غلطش في علاجه، لكن لو جريمه القتل دي اتشهرت ده هيهدد مكانته في الجامعه وهيكون في خطر عليه وعلى مستقبله. وبيأكد ان هي لازم توضح لادم ان القضيه انتهت من سنين. وبيروح تاني يوم على شغله وبيكلمه المحقق روي وبيقول له ان كاترين طلعت براءه من قضيه كيفن بسبب ان القاضي اعتبر ان ديكي غير مؤهل للشهاده في القضيه وبالتالي هي خدت براءه، لكنه متاكد ان هي هتعملها تاني وان هو هيراقبها علشان يقبض عليها. وبيطلع على مكتبه تاني يوم وبيلاقي ان كاترين موجوده ومستنياه وبتقول له ان هي عاوزه تتكلم معاه بخصوص اللي هو قاله عنها اثناء التقييم النفسي واللي كان قاله جوه المحكمه. فبيدخلوا مكتبه وتقول له ان هي عاوزه تتعالج من ادمان المخاطره اللي هي بتحبه وان هي بحكم شغلها كتبت قبل كده قصه وانها قالت فيها الحادثه اللي حصلت لها بالتفصيل واتمنت ان هي تحصل، وان بسبب ادمانها للمخاطره مات حبيبها كيفن وان هي دلوقتي عاوزه تتعالج من ده. لكن مايكل بيقول لها ان هو يبعتها لزميله ليه هي اللي هتعالجها وده بسبب ان هم فقدوا الثقه ما بينهم علشان الكلام والتقييم اللي اتقال عنها جوه المحكمه. وبيقول لها ان هو مش هيقدر يعالجها ويبان على كاترين ان هي كانت عاوزه مايكل هو اللي يعالجها، وبتقوم وبتكتب له شيك تمن كلامها معاه، لكنه بيراجع نفسه وبيقول لها ان هو هيعمل معاها جلسه تانيه وده علشان يتوصلوا لحل يرضي جميع الاطراف. فبتوافق كاترين على كلامه وبيجي ميعاد الجلسه التانيه وبيسالها مايكل عن المتعه اللي بتحصل لها لما بتعمل حاجه خطيره اثناء علاقتها العاطفيه، فبتقول له ان هي بتعشق المخاطره وبتتخيل كتير طرق موت مبتكره وده علشان هي بتشتغل مؤلفه ولازم تالف طرق جديده. وقتها بتحاول انها تولع سيجاره لكن مايكل بيرفض وبيقول لها ان هي في مكتبه وانها لازم تسمع كلامه وقوانينه. وبتبدا نبرتها تتغير وبتتكلم معاه على جورج واللي كان المريض بتاعه وقتل حبيبته الحامل وان هي عرفت قصته من صحفي عمل معاه لقاء واسمه ادم، وبتقول له ان هو عارف ان جورج كان مريض خطير ومع ذلك دافع عنه وانها علشان كده هي واثقه فيه وعاوزه تكون المريضه بتاعته. فبيوافق ان هي تتعالج عنده وبيبدا ان هو يقرا كل الروايات العنيفه والجنسيه بتاعتها وده لان هو بيحاول يتعرف عليها اكتر. وبيكمل الجلسات معاها فبتحكي له كاترين ان المحقق روي اتهجم عليها قبل كده وبتقول له ان هو طلب يعمل معاها علاقه وان هو هيسهل لها الاجراءات بتاعت قضيتها، ولما هي رفضت قرر ان هو يحاول يحبسها لكنه فشل في النهايه. وبتقوم وبتنهي الجلسه بنفسها قبل ميعادها وده علشان هي عاوزه تشرب سيجاره. وبيروح مايكل مع زميلته الدكتوره مالينا حفله علشان يقابل الدكتور جاست مثله الاعلى، لكنه بيتفاجئ ان جاست جاي مع كاترين وده اللي بيضايقه لان هو هيضطر يسيب الحفله لان هو ما بيحبش يجتمع مع مريض عنده بره المكتب بتاعه. وبيطلع لاوضه علشان يجيب الجاكيت بتاعه فبيلاقي ان كاترين طلعت وراه وبتقول له ان هي جايه تعتذر له علشان المره اللي فاتت سابت العياده بتاعته فجاه، وبتطلب منه ان هم يخرجوا سوا يتكلموا لكنه بيرفض وبيقول لها ان هو بيحب يلتزم جدا بقوانينه وان هو مش بيحب الاختلاط بالمرضى بتوعه. فبيطلب منها ان هي تسيبه وتكمل حفلتها. وبيقابل زميلته ميشيل وبيطلب منها ان هم يخرجوا
بيخرجوا سوا وبيعمل معاها علاقة، لكنه بيجيله تليفون من دينيس وبتقوله ان هو لازم يجي لها على بيت ادم حالا. وبيوصل هناك وبيلاقي ان ادم مشنوق في سريره وبياخد باله من الولاعة بتاعت كاترين في الارض وبيبلغ عن الجريمة، فبيسلم الولاعة للمحقق روي، وبعد ما بيستجوبوا شوية بيسمح له ان هو يرجع لبيته. وبيستنى جلسة كاترين ان هي تجيله، وساعتها بيفضل باصص لها وبتقوله ان ادم اتقتل وان اكيد روي هيحاول يوقعها ويثبت ان هي اللي قاتلة، وانها حتى لو قالت له ان هي ما قتلتوش هو مش هيصدقها. وبتولع سيجارة وبتلاقي ان هو اتعصب عليها وبيطلب منها ان هي تطفيها او تخرج لبره المكتب، وبتسيب علبة السجاير وولعتها الجديدة قدامه، وبتكون قصده توصل له ان هي غيرت الولاعة، وبتقوله ان هي هتنهي الجلسة وبتسيب المكتب بتاعه. وبيفضل مايكل سهران بره مكتبه وبيرجع وبيلاقي ان روي مستنيه قدام بيته، وبيعرفوا ان هم اكتشفوا ان ادم ليه صديقة جديدة، وصديقته الجديدة دي هي كاترين، وان بصمتها في اماكن مسرح الجريمة. لكن مايكل بيرفض ان هو يتكلم او يديله اي معلومة عن المريضة بتاعته، فبيبدأ روي ان هو يحقق معاه، وبيعرفوا ان ادم كان هيكتب عنه مقالة ممكن تضره، وان ده ممكن يثير الشبهات حواليه. فبيسأله عن مكانه وقت حدوث الجريمة، فبيديله مايكل اسم زميلته ميشيل وان هو كان معاها لحظة حدوث الجريمة، فروي بيشكره وبيسيبه. وبتعدي الايام وبيحاول مايكل ان هو يتكلم مع كاترين تاني، وبيكون عاوز يعتذر لها على اللي حصل ما بينهم لكنها ما بتردش عليه. وبيبدأ مايكل ان هو يفقد تركيزه مع المرضى بتوعه وما بيكونش بيفكر الا في كاترين. وبيجي ميعاد مقابلته مع دكتور جاس، وده علشان يتكلم معاه في موضوع ترقيته في الجامعة، وبيلاقي ان كاترين موجودة عنده، وما بيركزش مايكل ساعتها في المقابلة بسبب تركيزه مع كاترين. وبيفضل مايكل واقف بره بيت جاست ومستنيها تخرج وبيمشي وراها، وبتكون عارفة ان هو بيراقبها، وبتدخل بيته وبتختفي فيه وبيفضل يدور عليها، وبيكتشف ان هي بتدفع لشخص عشان يعمل معاها علاقة. وبيرجع بيته وبيحكي اللي حصل لزميلته مالينا، فبتقوله ان كاترين بقت تشكل عليه خطر كدكتور نفسي، وانه لازم ينهي علاجها فورا وينساها، وان هي لو عاوزة تتعالج يبعتها ليها هي. فبيكمل مايكل حياته المهنية، لكن روي ما بيسيبوش في حاله وبيقول ان مراته قالت ان هو كذاب بالنسبة لتقييم جورج، وان هو كان السبب في موت صاحبة جورج الحامل. فبيروح على دينيس وبيسألها عن سبب كذبها، وان قتل جورج صديقته ما كانش بايده، وانها بتدمر حياته وخبرته بالشكل ده. وبتقول له دينيس ان كاترين كان عندها حق في اللي قالته عنه، وانها كانت لازم تصدقها، وبتقول له انها لازم تمشي عشان هتقابل صديقها. وبيفضل مايكل يراقبها لحد ما بيدخلوا ديسكو، وبيلاقي ان هي واقفة مع حد شبه كاترين لكنهم بيختفوا من قدامه، وبيفضل يدور عليهم لحد ما بيلاقي دينيس مذبوحة قدامه، فبيحاول ان هو ينقذها، وبيتم اتهامه بمحاولة قتلها بسبب شهادة اصدقائها وان هي كانت بتتخانق معاه قبل الحادثة بدقايق. فبيحقق مع روي وبيقول له ان هي دخلت في غيبوبة وان هو المشتبه الرئيسي في قتلها. فبيقول له مايكل ان هو هيمشي ومش هيكمل معاه التحقيق لان مفيش اي دليل ضده، وان لو كان في كان زمانه محبوس. وبيسيبه وبيطلع على بيت كاترين وبيلاقيها مستنياه، وبتكون عارفة ان هو هيجي لها، وبيسألها عن العلاقة اللي بينها وبين دينيس، فبتقول له ان هي كانت محتاجاها في احداث روايتها الجديدة واللي احداثها بتدور حواليه هو، وكانت بتستفيد منها بمعلومات كتير، وانها عارفة ان هو حاسس بحاجة ناحيتها علشان كده جالها. وبيخالف الدكتور مايكل قوانينه وبتحصل ما بينهم علاقة. وبيصحى من النوم وبيلاحظ ان في حقنة في الثلاجة بتاعتها، وبياخدها معاه وبيروح يقابل روي، وبيقول له انه شاكك ان دي تكون نفس المادة اللي كانت في دم كيفن قبل ما يموت، واللي كانت السبب في موته وان هو ما قدرش ينقذ نفسه من الغرق. فبيقول له روي ان المادة هتاخد اكتر من يوم في تحليلها. واثناء خروج مايكل من الحانة اللي كان فيها مع روي بيلاقي ان هنري محامي كاترين مستنيه، وبيطلب منه تقييم نفسي لنفسه كمان لان هو عارف ان هو شاطر جدا في شغله. وبياخد هنري باله ان روي خارج من نفس الحانة اللي كان فيها مايكل، وبيبدأ يحذره من روي ان هو محقق فاسد ومرتشي، وان ادم كان مسؤول عن فتحه قبل موته. وبيحاول مايكل ان هو يدور على حقيقة كلام هنري، وبيلاقي ان في سجلات المجلة اللي كان بيشتغل فيها ادم ان هو كان بيتكلم عن محقق فاسد وبيزور في الادلة، لكن تحقيقه ده مكملش بسبب موته. فبيلجأ مايكل لزميل ادم واللي كان بيساعده واللي اسمه بيتر، فبيسأله لو كان المحقق الفاسد ده هو روي، وبيأكد بيتر كلامه، وبيقول له ان ادم كان هيفضح روي بالادلة لكنه اتقتل. فبيرجع بعدها لكاترين عشان يعتذر لها ان هو شك فيها، لكنها بتقول له ان هي ما بتحبش اللي يسرق من بيتها، وان المادة اللي هو خدها دي انسولين مش مخدر. وبيرجع مايكل لبيته وهو مش عارف يصدق مين، وبيلاقي ان روي مستنيه، وبيقول له ان المادة طلعت المخدر اللي كان في دم كيفن، وبيوري له تقرير المعمل الجنائي لكنه مش تقرير رسمي، وده لان الدليل اتقدم بطريقة غير رسمية. وبياخدوا روي على مسرح جريمة جديد، وبيطلع نفس البيت اللي كان مايكل طلعه ساعة ما كان بيراقب كاترين، وبيلاقي ان ديكي صديق كاترين مشنوق، وبيحاول روي ان هو يقنع مايكل ان هو يقول ان كاترين بتشكل خطر على المجتمع قدام المحكمة، والا جرائم القتل دي هتستمر ومش هتقف، وانه لازم يقول له هو جاب المخدر منين وساعتها هو يقدر يتصرف. لكن مايكل بيرفض ان هو يتكلم لان هو بيحترم خصوصيات المرضى بتوعه، وما بيكونش في اي دليل عنده ضد كاترين. وبيدي روي كارت لمايكل لملازم شرطة في سان فرانسيسكو اسمه فيل، وبيقول له ان هو لازم يتصل بيه. وبيتصل بيه مايكل وبيحكي له على اللي حصل، وبيعرفوا ان كاترين كانت متهمة في قضية قتل جريمة لشخص اسمه جوني واتنين كمان.
كمان، فبيروح لها وبيواجهها باللي هو عارفه، فبتديله اسطوانة الرواية الجديدة بتاعتها، فبتقوله ان هي قتلت جوني بس كنوع من التحدي علشان تعرف لو كانت هتفلت من الجريمة ولا لا، وان هي قتلت ادم لان هو كان ناوي يدمره ويدمر حياته، وانها قتلت دينيس لان هي كانت هتدمر كل اللي حصل في التحيات بتاعت ادم. ومع ذلك مايكل ما بيصدقهاش لانه عارف ان كلامها كله بيطلع كده، فبتقوله ان هو كده كده بيكدبها، يبقى ما فيش اي فايدة من الكلام معاها، وانه يستنى لحد ما تقتل ضحيتها الجاية ويحاول يخمنها، لحد ما بيهجم عليها مايكل وبيحاول ان هو يغرقها في المية، لكنه بيلاقيها بتضحك له وما بيقدرش ان هو يقتلها. بعدها بيسيبها وبيوصل لبيته وبيفضل يكسر في كل حاجة حواليه، وبيقرر ان هو يقرا رواية كاترين الجديدة اللي موجودة على الاسطوانة، وبيلاقيها ان هي كتبت كل اللي حصل من اول موت كيفن لحد ضحيتها الجديدة، واللي بتكون الدكتورة الكبيرة زميلة الدكتور النفسي اللي هي بتحبه. وبيفهم مايكل ان ضحية كاترين الجديدة هي مالينا زميلته، وبيجري على بيتها وبيحاول ان هو يتصل بمالينا، وبعدها بالمحايا روي علشان يقابله عند بيت مالينا، وبيوصل لها مايكل وبيقول لها على اللي كاترين كانت ناوية تعمله فيها، لكن كاترين بتكون سبقته وكلمت مالينا وقالت لها على كل اللي حصل ما بينهم. وبتبدأ مالينا تقول لمايكل ان هو خالف النظام الاخلاقي للمهنة، وانه عمل علاقة مع المريضة بتاعته، ده غير ان هو حاول يتهاجم عليها ويقتلها، وان خلاص هيتم اعادة النظر في الرخصة بتاعته، وان كمان في تهمة جنائية موجهة ليه، وانه لازم يوافق ان هو يتم مراقبة سلوكه لمدة شهر علشان يتجنب التهم دي. وبيلاقي ان كاترين موجودة في بيت مالينا، فبيحاول ان هو يتهجم عليها تاني، وبيزق مالينا وهي بتحاول تمنعه من اذية كاترين، لكنها بتتخبط في المكتب وبيغمى عليها. وقتها بتهدده كاترين بالمسدس ان هو ما يقربش منها، لكنها بتقوله ان هي مش ناوية تقتله وبتديله سلاحها، وبتقوله ان ادم قبل ما يموت ما كانش عارف ان جورج قتل صاحبته، وان اللي قتلها هو روي بسبب شغل ما بينهم. وبتلاقي ان الباب بيخبط وبيكون روي هو اللي بيخبط، وبتطلب كاترين ان هو يديها المسدس وهي هتتصرف مع روي، وده لان روي عاوز يقتلها باي شكل، لكنه بيرفض ان هو يديلها المسدس وبيهددها بيه. وبيكسر روي الباب، واول ما بيدخل للبيت بيضربه مايكل بالمسدس وبيقتله، وبيتقبض عليه وهو رافع المسدس ناحية مالينا وكاترين، وبيشوف كاترين قدامه وهي منتصرة عليه وخلته يعمل كل اللي هي عاوزاه. وبيدخل مايكل مستشفى الامراض العقلية، وبيكون على كرسي متحرك، وبتزوره كاترين في المستشفى، وبتعرفه ان هي غيرت نهاية الرواية بتاعتها، وان هو اداها نهاية افضل من اللي هي كانت كاتباها. وبتقوله ان روايتها بتتكلم عن كاتبة والناس بتموت من حواليها، وبيحاولوا ان هم يدوروا على القاتل، لكن بيظهر ان الدكتور النفسي هو القاتل. وبتقوله ان هو الدكتور بطل روايتها، وان هو اللي قتل ادم لان هو كان صحفي هيدمر حياته، وقتل دينيس لان هي كانت عارفة حاجات محدش غيرها يعرفها، وبعدها قتل ديكي بسبب الغيرة، ومع ذلك مفيش حد شك فيه. وبتشكره ان هو سبب رئيسي في كتابتها للرواية، وبتسيبه وبتمشي وهي منتصرة، وده لان هي قدرت تفلت من كل جرائم القتل اللي هي عملتها، وقدرت تكسب التحدي ما بينها وبين نفسها. وبس كده بيخلص فيلمنا. لو الفيلم عجبك ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.